السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في البدايه انا حابه ارحب بكل المتابعين الجداد اللي دخلوا عندي القناه. نورتوني وشرفتوني. انا النهارده كنت خابزه مقدار من الريد فيلفت، بس للاسف زي ما انتم شايفين هبط معايا. انا في العادي نفس المقدار اللي بخبزه كل مره هو اللي خبزته النهارده، بس بصراحه طلع بعد ما كان مالي الصاج هبط خالص بنفس الشكل. انا بخبز نص كيلو من الريد فيلفت، عليه 220 جرام زبادي، نص كوبايه من الزيت، واربع بيضات. في العادي دايما زي ما قلت لكم بيبقى دايما مظبوط. فالنهارده حصل كده، فانا كان عندي اوردر تورتايه وذبحنا. شايفين الارتفاع ده؟ ما ينفعش خلاص تورتايه. الناس اللي بتقول لي ازاي بتعملي تورتايه في صاج، انا بقطعها بالكدر. انا عندي كدر بالقفل كده فيه كل المقاسات، بختار المقاس اللي انا عايزاه واقطع زي ما انا عايزه. انا كان عندي بقى كريم شانتيه جاهز في الفريزر، طلعته على طول. حطيت عليه معلقتين من كريم شانتيه البودر، ورحت ضرباهم تاني بنفس الشكل كده. عشان انقذ الموقف انا لازم احل الموضوع واعرف واشوف هيحصل فيها ايه. دي ما كانتش تنفع اي حاجه غير قباط يا اما جاتو. انا عملتها بقى جاتو سويس رول. بعد ما ضربت الكريمه رحت حاطه عليها 3 معالق من الجبنه الكريمي. انا كنت مجهز طبعا الجبنه الكريمي عشان اوردر تورتايه الريد فيلفت، وقلبتهم مع بعض كويس جدا زي ما شفنا كده. وبدأت ان انا افرد الحشو بتاعي على الكيكة كلها بالتساوي كده، بحيث ان تبقى الجبنة متوزعة او الحشو متوزع بالتساوي في كل الكيكة، ما تبقاش حتة مليانة وحتة فاضية. وبدأت زي ما احنا شايفين بسهولة خالص ألفها سويس رول. السويس رول يا جماعة سهل جدا. هي أول لفة معاكي، وبعد كده حركيه على طول كده، او زي ما بنقول يعني ابرميه مرة واحدة، وقومي زقاه مرة واحدة. هيتقطع معاكي، حتى لو اتقطع معاكي مفيش اي مشكلة خالص. الكريمة بتلم كل حاجة وبتقفل كل حاجة، بتبقى عاملة كده زي اللزق، كله بيلزق في بعضه. مفيش حاجة خالص بتبان، ولا حاجة بتتقطع ولا بتتفرول. انا هنا نقلته من الورقة اللي كان مخبوز فيها على ورقة تانية، علشان انا بقى خلاص كده هلفه كويس، وهلفه بورقة من الفويل وهدخله الفريزر. الجاتوه مهم جدا انه يعني من اسباب نجاحه عشان يظبط معاكي انه يدخل الفريزر او يدخل تجميد كويس. لكن السويس رول عموما انا بفضل ان هو يدخل الفريزر ليلة او ليلتين كاملين، يتجمد كويس جدا علشان تقطيعه يكون سهل وبسيط. لان السويس رول زي ما احنا شايفين بيبقى احيانا يتقطع مننا واحنا بنلف رول كده. بعد ما بات ليله كامله في الفريزر انا طلعته. انا كنت عايزه ابيته ليلتين بصراحه، بس انا كنت مستعجله قوي ان انا اشوف النتيجه يعني. طلعته فكيته وجهزت بقى كريمه تاني. دول كوبايه من الكريمه، عليها معلقه من الكريم باستري، معلقتين سكر بودر، ونص معلقه من اللبن. اني ضربتهم كويس جدا، وبصراحه رحت ضايفه عليهم بعد ما ضربتهم معلقه من نفس الجبنه الكريمي. وبدات ان انا بقى اغلف السويس رول بتاعي. طريقة بسيطة خالص، من الجوانب ومن كل جنب زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى قطعة كده من الورق الفاكهة، وبدأت ان انا اساوي الكريمة بتاعتي، اسحب كده عشان ما يبقاش ايه، متبقاش مموجة كده. تقدري اي ورقة ناشفة تعملي بيها، او اي حاجة عندك تكون نظيفة كده وتقدري تتحكمي فيها، سوي بيها الكريمة بتاعتك. هنا جبت بقى معلقة من جيلي التلميع على البارد، وبدأت ان انا افردها على الكريمة بتاعتي عشان تديله لمعة كويسة. انا فردت مش على الوش بس، انا فردت كمان في الجناب. وخلاص دخلته التلاجة شوية، وبعد كده رحت مطلعه سويت الجوانب بتاعته، شلت الحروف دي بقى، وبدأت ان انا اقطعه. في العادي انا دايما بقطع الجاتوه بالمسطرة، بقيسه عشان القطعة كلها تبقى متساوية يعني. وساعات كده باخدها بالنظر. مهم جدا في تقطيع الجاتوه بقى بعد كل قطعة تقومي مسحة المنشار بتاعك او السكينة اللي بتقطعي بيها، عشان ايه تبقى الدنيا فلة كده، وكل قطعة جاتوه ما تبقاش ايه ملحوسة من الجوانب. وقطعته كله زي ما انتم شايفين. بصوا انا قايساه بالمسطرة ومحددة كده التقطعات بتاعته. وكده خلاص يعني انا يعتبر كده جهزته. دي اول قطعة. هبدأ بقى ان انا احطها في ورق الجاتوه. عايزه اقول لكم ان هي ريحتها شهيه جدا، وطعم يعني بصوا طعمها كان جميل بجد بجد يعني. والكريمه بقى انا بحب جدا طبقه الكريمه اللي بره دي، بتبقى عاليه كده ومليانه وجميله. هنا بقى انا بدأت ان انا ازينه. عموما الريد فيلفت بيتزين بنفس الكيكة. دي قطعة كده من الكيك، من جوانب الكيك دايما بتاعت الريد فيلفت بتبقى عندي. بضربها في الكبة وافرمها كويس، وبعد كده احطها في مصفى، وابدأ ان انا اعملها زي البودر كده فوق
تورت الريد فيلفت او الجاتوهات بتاعته. هو عموما الريد فيلفت بيتزين زي ما قلنا بنفس الكيكه او بودر الكيكه بتاعته. حاولت ان انا اكتر كده لانه بيدي شكل حلو قوي، كنت عايزه انزله على الجوانب كده. شايفين شكله جميل قوي قوي على فكره، يعني بيبقى بيدي لون حلو، واللون كمان رائع بصراحه. لون الريد فيلفت الجاهز بيبقى لونه هايل جدا. دي بقى اول قطعه. انا هبدا كده ان انا انا عايزه اوريها لكم بس بعد ما اتلونت او اتحط عليها البودر بتاعها. شكلها روعه. ده كان الشكل النهائي بتاعها بقى. انا دخلتها التلاجة تاني. آه وبعدين بعد كده جهزت بقى مقدار كده من الجاتوه، كانت طلبية جاتوه عندي، ورحت مطلعه معاها الريد فيلفت ده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والكومنت الجميل.